اهلا بالصحاب. عاملين ايه في الحر اللي احنا فيه دوت؟ اولا كده مبدئيا يعني ربنا يرحمنا برحمته من هذه الموجه الحاره الشديده. اللي في الموجه الحاره ديت اللي احنا عايشينها بيخرج علينا الكابتن ايمن الرمادي، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بتصريحات لصحيفه البيان الاماراتيه. هنتناولها في هذا الفيديو. هي تصريحات غريبه وتصريحات يعني بصراحه مثيره للدهشه. وايمن الرمادي يعني بيمثل حاله مكرره في نادي الزمالك، حالة المدرب اللي عشان يضمن ان هو مثلا الزمالك يجيبه دايما، او ان هو يكون مرتبط بالزمالك دايما والجمهور يحبه بشكل كبير، ان هو يقعد يشكر ويفخم في الزمالك عمال على بطال. في مدربين كتير كده يعني بيعرفوا انه يعني مفتاح الزمالك من ناحية العاطفة ومن ناحية الكلام التفخيم والتمجيد عمال على بطال. نادي الزمالك نادي كبير، نادي تاريخي في مصر، يعني نادي مش محتاج ان كل شوية حد يطلع يتكلم يشكر فيه. لكن ايمن الرمادي كان بيتصرف آم، من منطلق انه في هدف في دماغه وهو عايز يوصل له، يعني في هدف معين عايز يوصل له من خلال الكلام دوت، وهقوله لحضراتكم. لكن خلينا في الاول نفرش فرشه كويسه كده للكابتن ايمن الرمادي. ايمن الرمادي تولى الاداره الفنيه لنادي الزمالك لمده شهر في غفله من الزمن. نادي الزمالك في 2025 مر بمرحلة تخبط إداري كبير جدا على مستوى الصفقات، وعلى مستوى تغيير الإدارة الكروية، وعلى مستوى قبل ده كله بقى إيه تغيير المدربين. يعني الزمالك غير مدربين كتير في 2025، ومؤخرا يعني في أول خمسة قررت إدارة الزمالك إنها تجيب مدرب مصري لغاية نهائي كأس مصر اللي كان في خمسة ستة. بعد كده يوجهوا له الشكر يعني لمدة شهر ويشكروه ويدوا له الدرع التكريمي بتاع نادي الزمالك، ويجيبوا مدرب او مدير فني اجنبي بعديه. يعني كان في هدف بعد بيسيرو ان اداره الزمالك تتعاقد لمده شهر مع مدرب مصري. وكان الاتجاه في نادي الزمالك ان هو يروح لمدرب من ابناء النادي. يعني مثلا كانوا بيكلموا طارق مصطفى المدير الفني للبنك الاهلي. لكن طارق مصطفى من ناحيه البنك الاهلي كان متمسك بيه، ومن ناحيه تانية طارق مصطفى كان قايل للزمالك ان انتوا لو عايزيني مدير فني اجي مدير فني دائم. يعني ايه معنى ان انا اجي لمده شهر؟ يعني حركه مدرب لمده شهر دي في الاهلي وفي الزمالك اللي بيعملها المدربين اللي هم ما عندهمش كارير، المدربين اللي هم مؤقتين، بيتقال عليهم مدرب مؤقت. مثلا زي هتلاقي زي محمد صلاح مثلا في الزمالك، معتمد جمال في الاهلي، هتلاقي محمد يوسف. المدربين اللي هم ما عندهمش فكر تدريبي كبير او ما عندهمش كارير في التدريب كبير يخليهم يحترموا هذا الكارير ويرفضوا حته ان انا مدرب لمده شهر دي. يعني الموضوع بصراحه انا شايفه من الناحيه الرياضيه ومن الناحيه الكرويه مش حلو، شكله مش حلو ان انت تيجي كمدرب لمده شهر وتمشي. مش حلو للمدرب اللي عنده كارير بيحترمه. لكن انا فوجئت بصراحه ان ايمن الرمادي بيوافق على هذا الموضوع، ان هو يجي لمده شهر في نادي الزمالك. عشان ايمن الرمادي هو كان متقدم لنا على انه مدرب عنده كارير، ومدرب مش عارف يدرب في الامارات، ومدرب ماسك سيراميكا كليوباترا واخد معاه كاس الرابطه مش عارف ايه بلا بلا بلا. ف ما ينفعش يعني واحد في سنه في خبراته يوافق ان هو يدرب فرقه لمده شهر ويمشي. يعني دي من وجهه نظري. لكن ايمن الرمادي وافق. وايمن الرمادي وافق لكذا سبب. يعني هو في هدف في دماغه طبعا من هذه الموافقه، غير الناحيه الماديه ان هو اخد، يعني يقال ان هو اخد 3 مليون جنيه في الشهر اللي هو ضرب في نادي الزمالك. لكن في هدف كان ايمن الرمادي عايز يوصل له من خلال موافقته على تدريب الزمالك لمده شهر. يعني هو اللي خلاه يقود هذه التجربه، وان هو ما يبصش لكاريره وما يبصش لاحترام كاريره والحاجات دي كلها. ده بالعكس، هو يعني من طريقه تفكير ايمن الرمادي هتلاقيه ان هو عمل الخطوه ديت عشان كاريره، عشان خاطر كاريره. يعني عشان ايمن الرمادي حابب ان هو يلزق اسمه باسم الزمالك باي شكل. يعني هو ما كانش باصص التجربه هتنجح ولا تفشل، التجربه لمده شهر بس، مش باصص للحاجات ديت. هو عايز اسمه يبقى مدرب نادي الزمالك حتى لو كان لمده شهر. ده هدفه، ده الهدف الاساسي اللي بسببه ايمن الرمادي وافق على تدريب الزمالك. وعشان اسمه يبقى مرتبط دايما بنادي الزمالك، واسمه يبقى مطروح دايما في ترشيحات الزمالك، حب ان هو يستخدم وسيله
عاطفيه مكرره من مدربين الزمالك اللي مسكوا الزمالك في السنين الاخيره، وهي وسيله اللعب على الوتر العاطفي للجماهير. اللي هو دايما ايمن الرمادي بتلاقيه وهو مدرب لمده شهر او بعد ما درب الزمالك، بعد ما ساب الزمالك يعني، دايما بيتكلم على الزمالك بشكل فيه تفخيم وتمجيد اوفر، يعني زياده عن اللازم. يعني الاهلي والزمالك لما تلاقي في واحد طالع عمال يشكر فيهم بشكل زياده عن اللازم، تعرف ان في غرض في نفسه عايز يوصل له، عشان هما الناديين دول الاهلي والزمالك عدوا المراحل ديت، مراحل التفخيم والتمجيد. يعني تخيل كده واحد مثلا في اسبانيا عمال يفخم ويمجد في ريال مدريد عمال على بطال يعني اكيد الناس هتضحك عليه، عشان هو ريال مدريد اسمه مش محتاج الهجس ده. فايمن الرمادي وهو مدرب لمده شهر في الزمالك او بعد ما ساب الزمالك عمال يقول نادي الزمالك مش عارف كذا، كره الزمالك الممتعه الجميله، وجمهور الزمالك الممتع الجميل، اعظم جمهور في الكوكب. دايما كل ما يطلع في مؤتمر صحفي، كل ما يتكلم في اي حاجه لازم يقول اسم الزمالك بشكل قوي جدا، في تفخيم قوي جدا، ويتكلم على جمهور الزمالك بالطريقه المكرره النمطيه اللي يعني مدربين الزمالك بيتكلموا بيها عن جمهور الزمالك عشان يكسبوا ودهم، وعشان دايما يبقى اسمهم مطروح لتدريب الزمالك. فايمن الرمادي كان هدفه الاساسي ان هو عارف ان التجربه لمده شهر، عارف ان التجربه ممكن تفشل وممكن يخسر كاس مصر، وان التجربه اصلا يعني كلها على بعضها كده فنيا مش مؤثره، ما كانش فيه تاثير قوي جدا هيسيبه في الشهر دوت. مفيش مدرب بيسيب تاثير قوي وعميق لمده شهر يعني، او في شهر. فهو عارف ان التجربه فنيا مش مؤثره، فيعمل ايه عشان يبقى دايما مرشح لتدريب نادي الزمالك؟ ان هو يشتغل على الوتر العاطفي لجمهور نادي الزمالك. فدي الوسيله بتاعته عشان دايما يبقى اسمه مرشح لتدريب الزمالك. ده ياخدنا بقى للتصريحات اللي طلع بيها مؤخرا لصحيفه البيان الاماراتيه. في تصريحين انا واقف قدامهم. التصريح الاولاني بيقول فيه، هو تصريح مركب يعني فيه مشكلتين. التصريح الاولاني ده فيه مشكلتين. بيقول فيه ان هو ما كملش تجربته مع الزمالك عشان الاجواء في الزمالك ما كانتش مثاليه، وان جمهور الزمالك الممتع العظيم الجميل اعظم جمهور في الدنيا يستحق اجواء مثاليه في تدريب نادي الزمالك او في نادي الزمالك. فالمشكلتين اللي في التصريح دوت ان هو اولا يعني انا كونفيوزد يعني انا مش فاهم حاجه يعني. هو مش كانت التجربه بتاعتك يا كابتن ايمن لمده شهر يعني، والاتفاق كان لمده شهر وبعد كده تمشي؟ يعني ايه ان انت ما كملتش عشان الاجواء مش مثاليه؟ يعني الموضوع ده مش واضح لي، او مثلا اللي نقل التصريح مش موضح ايه ظروف التصريح دوت يعني، فاهم؟ فالتصريح يبان فيه ان ايمن الرمادي بيقول ان هو اللي ما كملش تجربته مع الزمالك عشان الاجواء في الزمالك وقتها ما كانتش مثاليه، وكانت الاداره فيها اضطراب عظيم جدا وتخبط على اعلى مستوى، انتهى ان هم يجيبوا في الاخر جون ادوارد وفيريرا والحاجات دي كلها. والمشكله الثانيه في التصريح ان هو طبعا بيتغزل في جمهور الزمالك كالعاده، هو بيستغل اي فرصه ان هو لازم يقول جمهور الزمالك ده عظيم. وبصراحه هو بيضرب ويلاقي، يعني ايمن الرمادي بيضرب وبيلاقي، ده اللي مخليه سيء فيها هو بيستغل اي فرصه وينتهز اي فرصه بطريقه عمليه براجماتيه، ان هو دايما يفخم ويمجد في الزمالك وجمهور الزمالك. فبيقول لك ان جمهور الزمالك العظيم الممتع الجميل ب ببنراته بتيفوهاته ببابا غنوجه، ده بيستحق ان هو يكون فيه اجواء مثاليه في الاداره الكرويه وفي تدريب نادي الزمالك، عشان كده انا مشيت. طب هو جمهور الاهلي مثلا ما يستحقش ان يبقى فيه اجواء مثاليه؟ جمهور الاتحاد ما يستحقش ان يبقى فيه عنده اجواء مثاليه؟ جمهور المصري، جمهور المحله، اي جمهور يعني في الدنيا. فالجماهير كلها تستحق ان يبقى فيه اجواء مثاليه، عشان الجمهور هو العنصر الوحيد اللي مش بيستفيد بشكل كبير جدا من كرة القدم ماديا يعني، فاهم؟ فيستحق ان يبقى فيه اجواء مثاليه عشان المتعه، يعني عشان الجمهور يستمتع. الافاده الوحيده للجمهور ان هو يستمتع. فاي جمهور في الدنيا يستحق اجواء مثاليه. لكن ايمن الرمادي طبعا بيحب يعني يخصص جمهور الزمالك بالذات يعني ان هو دايما يفخم ويمجد فيه، رغم ان هو قعد لمده شهر وما سابش اي بصمه فنيه، لكن لازم يستغل الفرصه. فده التصريح الاولاني اللي انا واقف قدامه. يعني التجربه كانت لمده شهر بالاتفاق مع اداره الزمالك، ده اللي اتباع لنا، وحضرتك مشيت. فمعنى ايه ان انت بتقول ان الاجواء ما كانتش مثاليه عشان كده مشيت وما كملتش؟ والحاجه التانيه طبعا تفخيم وتمجيد في جمهور الزمالك، عشان دايما ايمن الرمادي
يبقى الناس تخش في التعليقات تقول ده راجل محترم، ده راجل عظيم، ده يرجع تاني، ده مش عارف ايه الحاجات دي. بيضرب ويلاقي، يضرب ويلاقي. التصريح التاني ان هو بيقول، خد بالك بقى من التصريح ده عشان مهم جدا. بيقول ان على المدى القريب هو صعب ان هو يتولى مسؤوليه تدريب نادي الزمالك مره تانية. ليه بقى ما سكتش؟ ليه مش يعني ممكن ما يدربش الزمالك قريب، او فرصته لسه مش قريبه؟ عشان الزمالك دلوقتي في مدرب اسمه يانيك فيريرا بس. يعني هو مش هيدرب الزمالك في المدى القريب عشان الزمالك في مدرب اسمه يانيك فيريرا. فهو كأنه بيقول انه بمجرد ما يانيك فيريرا دوت هيتم اقالته قريب مثلا، هو عارف ان المدرب في الزمالك ما بيعيش. انا موجود يا جماعه، انا قاعد اهو جاهز، بس انا خلي بالكم مش هتولى قريب عشان في مدرب. مش ان انا مش هتولى قريب عشان الزمالك مثلا بيحب المدرب الاجنبي، او المدرب دايما لازم يبقى اجنبي، او لا. انا مش هدرب قريب عشان في اصلا مدرب موجود. بس هو ده السبب الوحيد. لو المدرب ده اتقلش في اي وقت انا موجود. انا بحب الزمالك وبمجد في الزمالك وبفخم في الزمالك وعاشق الزمالك في الضلمه. انا الكابتن ايمن الرمادي، صاحب التاريخ في الامارات وصاحب الانجازات المتوسطه مع سيراميكا كليوباترا. انا موجود، انا مرشح. ليه يا كابتن ايمن انت مرشح دايما؟ عشان جمهور الزمالك بيحبني، عشان انا راجل محترم وبطلع اتكلم كويس على الزمالك وجمهور الزمالك. ده الهدف. ده هدف الكابتن ايمن الرمادي اللي بسببه تولى المسؤوليه الفنيه لنادي الزمالك لمده شهر، رغم ان في مدربين تانيين رفضوا عشان شايفين ان الشهر دوت عدم احترام لكاريرهم. الشهر ده يعملوا فيه ايه؟ الشهر دوت هينقص منهم مش هيزودهم. لكن ايمن الرمادي وافق عشان دايما يبقى ملتصق بالزمالك ودايما مترشح للزمالك، ووسيلته في الموضوع دوت فخم ومجد في الزمالك على قد ما تقدر وفي جمهور الزمالك على قد ما تقدر. تمام؟ ليه ده كله بقى؟ عشان ايمن الرمادي مدرب متوسط، مسك فرق متوسطه في مصر، فكان ان هو يمسك الزمالك حاجه يعني امله كبيره قوي ليه. عايز ينتهز الفرصه ديت ان هو دايما يبقى مرشح للزمالك، عشان هو عارف ان هو عمره ما هيتولى اداره الاهلي ولا اداره بيراميدز ولا حتى اداره المصري. عايز اقول لك، ففرصه ان هو يتولى اداره الزمالك احد فرق المقدمه في مصر دي حاجه ما كانتش في احلامه. فهو عايز يتمسك بالفرصه ديت لاقصى حد، ان هي دايما تبقى موجوده، دايما يطلع يتكلم عليها، دايما يطلع يتكلم على جمهور الزمالك كانه قعد في الزمالك 10 سنين وجاب لهم 20 بطوله. هو ده الهدف الاساسي بتاع ايمن الرمادي، عشان هو مدرب متوسط، درب فرق متوسطه، تجربته في مصر كلها متوسطه. فكون ان هو يمسك فرقه مقدمه، عايز يمسك في الموضوع ده بايده واسنانه. لكن يعني انا بصراحه في الاول، يعني لما كان كابتن ايمن رمادي في اسوان بعد كده في سيراميكا، انا كنت شايفه راجل يعني راجل كويس، مدرب محترم بيتكلم كويس، مش بتاع مشاكل، عاقل هادي رزين، عنده بعض الفكر بيقدمه في الملعب. لكن تجربته مع الزمالك يعني ورتني جانب اخر من ايمن الرمادي، ان هو يعني بيتعامل مع الزمالك وبيتعامل مع تجربه الزمالك بشكل لا يليق بمدرب بيحترم كاريره. ده اللي باين لي، وده اللي بسببه انا طلعت اعمل الفيديو دوت واكلم حضراتكم عن تصريحاته الاخيره مع صحيفه البيان الاماراتيه، اللي هي بتبروز وبتلقي يعني اضواء كتيره قوي على الهدف اللي كان في دماغ ايمن الرمادي لما تولى اداره الزمالك لمده شهر. ده اللي انا حبيت اقوله. اتمنى برضو اشوف ارائكم وتفاعلكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم قريب على خير. سلام.